في خبر الثقافي، تعززت المكتبة الوطنية بمؤلف جديد يحمل عنوان التراث المغربي، التحديات والأبعاد التنموية، رؤية جديدة لمؤلفيها الأستاذ الباحث جمال الهاشمي والدكتور خالد التوزاني. الكتاب هو مقاربة لإشكالية التراث في شقيه البادي واللابادي. من فاس ريبورتاج لحنان أرسلان ومصطفى الزاهري. التراث المغربي، التحديات والأبعاد التنموية، رؤية جديدة. كتاب يتعمق في المخزون التراثي المغربي ويسعى لربط البحث العلمي الأكاديمي بتجليات التراث المغربي. حاولنا ربط ما هو رمزي بما هو مادي محسوس عن طريق فصلين في الكتاب. الأول خاص بالتراث الروحي أو التراث اللامادي باعتباره ثورة رمزية تستحق التثمين والاعتبار، ثم الفصل الثاني خاص بالتراث المادي والذي يتجلى في ترميم الأسوار والعمران والبنيان ويعني البنايات القديمة التراثية. الكتاب هو من إصدار الجمعية المغربية للتراث والتنمية بمدينة فاس بشراكة مع مندوبية الثقافة بالمدينة، وذلك تحقيقا لمشروع الجمعية الأكاديمي والتحسيسي. الجمعية تعمل على هذا المشروع في شقه الأكاديمي انطلاقا من يعني إعداد دراسات وأبحاث فيما يتعلق بالتراث والتنمية، وفي الشق الآخر العمل الميداني بتعبئة جميع شرائح المجتمع، خاصة الشباب والأطفال واليافعين من أجل الوعي بأهمية التراث ودوره في التنمية. حفل تقديم هذا الكتاب كان فرصة لتثمين هذا المجهود في إغناء الرصيد البحثي الخاص بالتراث، مع تحفيز الأجيال الصاعدة للاهتمام أكثر بالتراث والحفاظ على الحضارة والتاريخ، مع تعزيز قيم المواطنة الجادة.